طيب هقول لكم مقامات بس بعد الفقره اللي جايه دي. معانا حد جميل كده اسمه محمود خشبه، انا مسميه دكتور الكوميديا. دكتور محمود خشبه ده اللي هو مشهور مش مشهور، اللي هو على الحافه كده، الناس بس حد يزقه بس كده من ورا تمام وهيقع في خد بالك مش تحت المسرح، لا هيقع في برميل الشهرة، قصدي في بحر الشهرة. طيب هيعمل لكم ستاند اب كوميدي. فن الستاند اب كوميدي فن جميل وانا بحبيه وبقدمه، وعايزين نسمع سقفه كبيره قوي لمحمود خشبه. ازيكم عاملين ايه؟ انا برضه عامل زيكم كده الحمد لله. واحد من جوه اخي تعبان، عايزين نتبسط. انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، مش المفروض مثلا ان احنا كلنا فينا مميزات وفينا عيوب، صح؟ كلنا يعني مفيش حد خالي من العيوب، بس احلى حاجه البنات لما تيجي تسالهم انت ايه عيوبك؟ تقول لك ذكيه وطيبه، وده اللي موديني في داهيه. انا هعترف لحضراتكم باعتراف، انا غبي وشرير عشان نكون على المبدأ ده. يعني انت مفروض لو انت مكتئب وزعلان والبت سابتك وبتاع وداخل تنام، مخك يخليك تحلم احلام جميله علشان النفسيه تتظبط، صح كده؟ انا مخي مره مكتئب والبت سابتني وداخل انام، فقعد يفكر اخليه يحلم بايه ده؟ هو بيحب ايه طيب؟ مش بيحب البنات؟ سهله. الغبي خلاني حلمت ان انا واحده وفي يوم فرحي، ويا ريت بقى انا والعريس مزقططين في الكوشه وكده، لا ده العريس شايلني وداخلين الشقه بتاعتنا. كابوس. والله خلي بالك بقى من حاجه، احنا الرجاله ايه ما بنحسش شعور البنات. انت متخيل ان حد واخدك كده كلك، انت متاخد كلك، فانا عمال احلم كابوس. عارفين الكوابيس دي اللي هي انت بتبقى بتجري فيها جامد تلاقي نفسك بتجري بالراحه، او مثلا عمال تزعق صوتك ما يطلعش. عارفين الموضوع ده؟ انا عمال يا عم نزلني يا عم، وعمال اقاوم، الاقي المقاومه دي في الكابوس تطلع بدلع. ما تنزلني بقى يا سيبايومي. انا مش عارف حضراتكم عارفين ولا لا، انا دكتور جامعه. ربنا يخليكي، الله يسترك. مرة كنت رايح مؤتمر بره. حضراتكم عارفين ان بره في اوروبا ما عندهمش شطافات؟ عارفين الموضوع ده؟ انا رايح ما اعرفش، انا مش حد يقول لي لا انا رايح على عمايه، وانا كنت رايح تحكيم، يعني رايح احكم عليهم. واليوم ده انا كنت غلس قوي بصراحه، ودخلت خلصت المؤتمر وبتاع، دخلت الحمام خدت عقابي. انا مش مخون، انا عمال اقول اكيد هي موجوده، بس انا اللي ماليش في التكنولوجيا. فقلت يمكن هم عشان بيكتبوا من الشمال لليمين الاقيها في الشمال. مفيش. اشغل دماغي مفيش. قلت بس فهمت جبتها. ده هي عامله زي حنفيه الايد. حنفيه الايد بسنسور، اول ما تحط ايدك الميه تنزل. وعشان انا رفيع وجسمي قليل السنسور مش شايفني. انا قلت كده برضه، فبدات اعمل له كده جوه. ده كان يوم يعني. انا مش مرتبط، انا عندي 40 سنه ومش مرتبط. انتوا بتضحكوا على احزاني؟ ايه ده انتوا شمتانين فيا بجد؟ ايه ده يا جماعه؟ لا اصل انا مش زيك، انا معمول عليا مؤامره، انا الموضوع مقصود يا جماعه. انا كل ما اعرف بنت او اجي اخطب بنت يجي ياخدها مني واحد اسمه هيثم. والله مجموعه اسمها هيثمات. عارفين ان انا بعرف اختار البنت الحلوه والمحترمه، انا اختار وهو يجي ياخد. انا خدت بالي من المؤامره دي في المره 16 او 17. كنت بحب بنت معايا في الجامعه، قلت السكشن الجاي هصارحها.
ظهر معانا في القسم هيثم، الله يمسيه بالخير بقى، هيثم مصطفى، كان شبه الاستاذ الممثل عمرو يوسف بالظبط. فحضراتكم متخيلين محمود خشبه بينافس استاذ عمرو يوسف على حب بنت يعني دي سماح. فسبتها له. المره اللي بعديها كنت اعرف بنت قالت لي ان اسمها بتول، وكنا خلاص هخطبها وبتاع، واهلها عارفين وكل حاجه. ومره واحده اتصلت بيا كده بتتلك، كان عارف التلاكيك بتاعت البنات دي. قالت لي محمود انا عايزاك تبقى شبه مهند اللي في المسلسلات التركي. ما انا قعدت اتفرج عليه، كان معايا بابا. فبابا بص لي كده قال لي يا محمود انت عشان تبقى شبه مهند محتاج لك يجي 16 عمليه تجميل وب 3-4 مليون جنيه فيتامينات. فانا قمت متصل متخانق مع بتول. فلقيت اسبوع كده وقامت مكلماني قالت لي ما تيجي نتقابل. فقلت انا الصالح يعني. اول ما دخلت وقعدت معاها قالت لي محمود بدراما كده انت عارف ان انا هتخطب؟ قلت لها هيثم. قالت لي ايه ده انت عرفت منين؟ ايه ده؟ انا ده عمال اقعد ده جنني. انا كنت ماشي اليوم ده عمال اتخيل ان هم قاعدين في مركبه فضائيه وقاعدين بقى يراقبوا البنت دي حلوه محترمه، لو خدها الدور عليك انت لا عليا انا. ممكن يتخانقوا يعني، ممكن هيثم شريف يتخانق مع هيثم عبد المنعم، ولا انت سبت دورك لهيثم محمود اللي جايه دي بتاعتي انا ماليش دعوه. ممكن ده يحصل؟ انا قلت حتى لو حصل طب انا هختار بنتين في نفس الوقت، لو هم خدوا واحده اخد انا الثانيه. فكانوا بنتين معايا في الشغل، انا كنت ميال لغاده شويه. فقمت داخل على صفحتها على الفيسبوك قلت اصارحها وبتاع. اول ما دخلت على صفحتها لقيتها اتخطبت من 4 ساعات والناس بيباركوا لها في الكومنتات. قلت خلاص اروح لبسمه. لقيتها حاطه صوره الكفر انها اتجوزت وبتاع، بتمضي في القسيمه كانها بتغيظني عامله كده. والله ما انا ببص على اسماء جوازاتهم بقى لقيت هيثم محمود وهيثم عبد المنعم اللي كانوا بيتخانقوا. ما انا حليت المشكله، اخترت 2 في نفس الوقت. طب انا قلت هعمل حاجه، مش هم عارفين ان انا بعرف اختار البنت الحلوه والمحترمه؟ طب ما انا ابوظ الموضوع ده واختار براحتي بقى، صح؟ هم بيعملوا معايا كده ليه؟ عشان الحلوه المحترمه. انا لو اتنازلت عن شرط منهم خلاص الموضوع هيبوظ. اتنازل عن ايه؟ الحلوه المحترمه، الحلوه المحترمه. نزلت عن المحترمه؟ لا انا احب الدلع. وقلت ايه؟ انا اول واحده حلوه هشوفها هكلمها في ساعتها قبل ما هم ينزلوا. كانت موظفه في بنك انا فاكرها، كان اسمها اميره. فبعكسها لقيتها بتعكسني، بلاغيها جايبه معايا سكه، ما انا مش هنط لها بقى من فوق الكاشير بتاعهم ده. فقلت انا استنى ما تخلص شغل واكلمها. فبعكسها كده اخر مره باكد عليها لقيتها هي ما بقتش بصالي، هي باصه جنبي. فقمت له ازيك يا هيثم عامل ايه؟ على طول فهم. قلت لا خلاص هو مفيش غير ان انا اكلم حد معايا في الجامعه يجيب لي عروسه وخلاص، بس اهم حاجه الشرط بتاعنا يكون ايه؟ حلوه. كلمت واحد اسمه محمد خضر، قلت له محمد ما تعرفش بنت كانت زميلتنا في الجامعه لسه ما اتجوزتش بس تكون حلوه؟ قال لي عندي ليك واحده والله انت ابن حلال، حلوه واخلاق ومحترمه. قلت له لا استنى اللي على الدور، انا عايز واحده حلوه بس. قال لي طب في واحده انا اعرفها من بعيد كده تروح تشوفها وتكلم اهلها؟ قلت له اروح. المهم خدت ميعاد من اهلها ورحت. دخلت يعني كانت هي وباباها ومامتها قاعدين. قعدت اتكلم معاهم لقيتهم ناس طيبين قوي، كان ناس محترمه قوي. وهي بنت زي القمر. انا خلاص كنت اشتريت يعني. فهم بشويه كده وقاموا بالطريقه علشان ايه؟ انا وهي نتكلم لوحدينا يعني. قعدت اتكلم واخد ودي معاها شويه لقيتها محترمه. قلت لها هو مين هيثم؟ قامت معيطه. ده ايه اللي بيحصل للواحد في حياته ده؟ مره بقى لقيت بابا جايب لي صوره بنت زي القمر كده وقال لي تتجوز دي؟ قلت له اتجوزها؟ هي ايه ده؟ مش عينين زرقاء وبياض وشعر اصفر، حاجه ياسمين الخطيب قوي، انا احب الحاجات دي قوي. داليا دي كانت دكتوره جراحه ومن النوع اللي شخصيتها قويه جدا، هي مش مسترجله، هي شخصيتها قويه وفيها العاده بتاعت يعني مثلا تسالني السؤال اللي هو انت كنت فين امبارح؟ فانا اقول لها كنت او تعملها لو مش عاجبها الكلام اللي هو محمود انت كنت مع مين امبارح؟ كنت مع حسين تعمل كده اللي هو يلا رد. انا ما اعرفش بقى كل ده، انا شايف صوره
فانا رايح انا وماما على اساس هنقابلها في البيت عندها يعني هي واهلها. ولما رحنا انا وماما فكانت هي هتاخدنا بالعربيه مستنيانا بالعربيه بعيد، فماما قالت لي محمود روح لها علشان تعرفها ان احنا جينا عشان اجي انا براحتي. فبخبط لها على الازاز كده بعرفها ان انا جيت يعني. فقامت منزله الازاز وقالت لي انا مش هطول في الركنه انا ماشي على طول. وقامت جايبه 5 جنيه ومديها لي. فقامت مامتها قالت لها يا داليا ده العريس. قالت لها ايه ده يا ماما هو ده؟ يا ماما ده عايز يتجوز، ده كبير قوي عايز يتغدى. اركب. انا كان في حاجه لازم اعرفكم بيها هي سر. انا كنت في واحده كان نفسي اتجوزها يعني وبحبها، بس يعني من غير تنمر يا جماعه لو سمحت. هي عيبها حاجه بس شغلانتها. كانت بتشتغل كراقصه استعراضيه في الافراح والملاهي الليليه. رقاصه. ارتحتي؟ رقاصه. بس يعني ايه يعني خدوا منها حته يعني؟ ما بتحبني. والله كانت محترمه. والله كانت محترمه. والله ايه؟ لا دي كانت شاريه دي. ده انا كنت بعد عاير اهلي بيها. يعني انا لما حد واحده خدها هيثم دي البت بتوه. كنت قاعد اقول لهم كملها ساره. هي كانت ساره دي كانت هتجيب لي الشبكه والله. فانا لما رحنا عند داليا دي ورحنا قعدنا انا وماما وبتاع، انا بقى طول السكه اقول لماما ايه البنت، ماما تقول لي ايه البنت مطفشه حاجه و50 عريس. اقول لها لا احنا رجاله قوي يا ابني لا يكون ابوك عامل فينا مغرز. قال لها لا يا ام محمود انت ما تعرفنيش، ده احنا رجاله قوي. بص بقى الرجاله قوي دول هي المفروض ايه لما انت بتروح عند عروسه هي بتقعد بعيد وانت بتقعد بعيد صح؟ انا وماما قاعدين على كنبه امي جنبي هي جت قاعده جنبي. ده مبدئيا. ده يا ريت بقى قالت لي ثانيه واحده بس عشان كنت بعمل عمليه خطيره هراجعها وهبقى معاك. وفتحت اللابتوب والعمليه شغاله وهي عماله تقطع في الراجل جوه وانا قاعد جنبها. فانا شايف، ما انا اللي بيبقى قاعد جنبك في المترو باصص في الموبايل. ايوه انا ده، ودي المفروض مراتي او انا اللي مراتها. بس المهم يعني اتعورت في ايديها من هنا تعويره كبيره قوي يعني مرعبه. عملت كده بالظبط. يا حسين خد خيط دي. حسين قعد يخيط لها التعويره ما قالتش ولا اي حاجه. وحط لها عارفين لا مؤاخذه الامير اللي بنلزق بيه الحاجه اللي بتقطع. فانا قمت باصص لماما وباصص لداليا ورجعت بصيت لماما تاني. قامت امي قايله لي احنا رجاله قوي. قامت قافله اللابتوب قالت لي بص انا اهم حاجه عندي يا ابني يكون عندك طموح. قلت لها لا انا طول عمري طموح يعني انا ما بحبش الكلام ده. ما كنتش عارف ساعتها يعني ايه طموح. الكلام ده من 10 سنين. قلت لها انا نفسي اصحى من النوم يعني الاقي استاذه هيفاء وهبي نايمه جنبي ومراتي وعامله لي لانش بوكس والحاجات دي. قالت لي بتسعى في الحلم ده ازاي يعني؟ بتغني بتمثل بتاع؟ قلت لها لا بنام كتير. قالت لي طيب بص انا اهم حاجه عندي احس معاك بالحمايه. داليا انا مبسوط ان انا معاك، انا حاسس ان انا في امان معاكي. انا كنت خايف لا تقول لي انت اللي هتجيب العيال. موضوع مرعب وهي دكتوره جراحه تعملها. فالمهم قلت لها لا ده انا امان قوي مش اي حد يفهمها دي مني. حمزه بهاء ازيك يا حمزه؟ ده زميلنا كوميديان يا جماعه روح بيه بعد اذنكم يعني. قامت قايله لي بص انا احس معاك بالامان يعني لو احنا ماشيين في الشارع مثلا وطلع علينا حرامي هتعمل ايه؟ قلت لها هضربه. فقامت بصالي كده لا اظبط. فقلت لها او هعطله يعني وهديكي فرصه تهربي لو انا ما عرفتش اضربه. قالت لي طب لو 2؟ قلت لها هضربهم ولو ما عرفتش هعطلهم واديكي فرصه تهربي. قالت لي طب افرض دخلنا محل ولقيناهم كلهم حراميه هتعمل ايه؟ قلت لها عطليهم وادينا انا فرصه. صح كده؟ انا منطقي. شكرا. بعدين بقى قعدت اتخيل حاجه. في موضه كده طالعه جديد عارفين ان هو بيصوروا الولاده والبيبي وهو بينزل. عارفين الموضه دي؟ انا كنت عمال سرحان في الخيال ده وعمال اتخيل لو ولد نزل عامل زيي. ينزل يا خشب عامل ايه؟
ايه ده مش كان الكلام على ساره؟ انت جبت لنا دي ليه؟ او لو بنت مثلا تنزل زيها بقى، ما حدش يمد ايده على انا نازله لوحدي، انا نازله. مين فيكم بابا؟ انا سرحان في الخيال ده، والمفروض ان اختي وبنات عمي معلش يابا اسم الله عليك. انت جاي تقع هنا على نقطه البلن. ما هو ده ابني بيدور عليا. يا جماعه بس لو يكون ابوه موجود يستناني بقى. طاهر الله يبارك. ربنا يستر والله مش معدي. ها؟ لا ده انا ببص على داليا ما قاعد. انا بتضرب قدامي. انا سرحان في الخيال ده، ومفروض اختي وبنات عمي جايين. فهي عايزاني انا اللي اروح اجيبهم. فلقيتها بتقول ايه؟ على فكره يا محمود انت اللي هتجيب العيال. انا فهمت زيك على فكره. انا فهمت كده، انا سرحان في الخيال التاني ده بقى. فقلت لها انا اللي هجيب العيال، ما طول عمرها ماشيه انتوا اللي بتجيبوا العيال. هو على حظ محمود خشبه لما جه يتجوز هتتغير؟ ما قالت لي يعني انت عايزني في ساعه زي دي انا اللي اجيبهم؟ قلت لها انت كمان عايزاهم دلوقتي؟ اعملها ازاي دي؟ فلقيت امي قالت لي انزل جيب اختك وبنات عمك واقفين تحت متخلف. انا لما نزلت هم كانوا قرا فتحتي، فطلعت خدت اهلي ونزلت. هي قالت لي اغرب جمله على طول، قالت لي احنا خلصنا خلاص. فقلت لها خلصتوا ايه؟ قالت لي خلصنا الموضوع، انت مش جاي عايز تتجوز؟ خلاص خلصنا. المشكله ان هي كان فيها حاجه غريبه قوي، هي كانت غيره قوي، غيره جدا ما بتتفهمش. فجيت في مره كنت انا راجع من اسكندريه، لقيتها هي مره قالت لي ايه كشرط كده عندها، قالت لي محمود هو انت نومك خفيف ولا تقيل؟ قلت لها انا نومي خفيف قوي، اصحى من دقه النمله. قالت لي اتصل بيك في اي ثانيه ترد. والله فعلا والله جبته لنفسي ترد. انت عارفه بتعمل كده ليه؟ عشان تسمع حواليا ايه. فجيت في مره كنت راجع من اسكندريه عندي حفله وكنت تعبان قوي ومطبق، فرجعت نمت لدرجه ان انا نمت بهدومي، وهي عماله تتصل وانا ما بردش. اخر ما زهقت قلت لها ايه يا داليا؟ قالت لي انت فين؟ قلت لها نايم يا داليا. لوحدك؟ قلت لها انا ومخدات يا داليا. قالت لي مش عارفه ايه، قعدت وتزعق. قمت انا ايه قافل. جابت بعضها وجت. عادي تجيلي البيت عادي ولا يفرق معاها، ده كنت بخاف منها. فهي لما جت انا نايم وكنا قاعدين انا وهي، هي قاعده بقى مقموصه. عارفين الست المصريه لما بتتقمص ليهم اداء كده، يعني هي قعدت عملت ازاي؟ قعدت عملت كده بالظبط على طرف الكرسي كده، قاعد عامله لي كده بتتفرجش على الفيلم. الفيلم كان فيه مشهد جميل قوي، ان البطل هيسيب البطله في وسط الفيلم، والبطله مش عايزه تسيبه، فبيقلعها النضاره فبيلاقيها بتعيط. مشهد مؤثر يعني. فالبطله كانت جميله قوي يعني. فانا قمت قايل يعني القمر ده يعيط؟ حرام عليك انت ما بتفهمش بقى، في حد يخلي الملاك ده يعيط؟ قالت لي ما تشوفها وهي بتعيط عشان مين يا حبيبي؟ توم كروز. هي بتعيط على محمود خشبه. لها فانا قلت يا تسكت لم الدور، البنت دي لسانها طويل وانا مش قدها، وفضلت قاعد ساكت طول الفيلم. في اخر الفيلم المفروض ان هو بيروح في وسط قاعده كده الجماعه الفيلميست دول، وهو بيصالحها. اللي هم النسويين اللي بيحبوا النسويين زيهم، اسمهم ايه؟ رد يابا رد. هم خلاص ما انت قعدت ربع ساعه. المهم هو البطل بيصالحها وبتاع، وبيدخل يجيبها من وسط البتاع في المست دول، هم كلهم بيقعدوا يتغاظوا وبياخدها هي وابنها ويمشوا. البطله كان عندها ابن، قصه كده. فهي قاعده تبص لي كده، انا عارف هي مش هتسكت وما اتكلمتش. هو عمال يصالح فيها وهي تبص لي. انا مقموص. عملت حركه والله العظيم خلتنا اتنطط. هي ما اتكلمتش، ما فتحتش بقها، بس سمعتني الكلام. عملت كده بالظبط. انتوا فهمتوا هي قالت ايه؟ صح؟
هي سمعتني كلام، هي هزقتني بس ما فتحتش بقها. هي مسحت بيها الارض بس ما اتكلمتش. يعني انا فهمت ايه؟ شفت ام كروز بيصلح البيت ازاي وانت اللي معزه مرميه ومحسوب علينا جوازه قاعد عامل لنا فيها بتاع. انا كنت بتنطط لدرجه ان اهلي جم، والله العظيم كنت بتنطط. فابويا جاي بيقول لي في ايه يا محمود في ايه بس صلى على النبي. انا مش عارف اقول لاهلي ايه، هقول له عملت لي مش عارف اقول لهم عملت لي ايه. فقلت لها بص يا داليا بص يا داليا. فبابا قال لها في ايه يا داليا؟ فقعدت هي تحكي له. قال لها بص يا داليا انا هقول حق ربنا كملها ساره صحيح. شكرا. ده كان وقت معاك خدوه. انا اتبسطت بيك. الله يخليك. مين؟ سيف. ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ مش واخد بالي والله. ازيك يا جميل؟ نورتني الدنيا. تعالى يا ابني خد المايك. يا ابني تعالى خد المايك. شكرا نورتني. ايوه